واستكمالا بقى الغلطات منعم الدفاعية الواضحة والدلع الزيادة عن اللزوم منه. هنشوف اكتر من كورة على مدار بتاع الفيديو ده. ادي اول واحدة فيهم كورة ملهاش معنى غير ان انت لعيب مش مركز ولعيب بتتدلع، غير طبعا الثقة الزيادة. كرة عبد المنعم اتقطعت زي ما احنا شايفين، وهنشوف المرتدة بقى. نركز بقى يا جماعة على اللعيبة اللي هيبقى عليها الدايرة الاتنين دول. اللعيب ده هو كريم فؤاد وعبد الله جمعة. نبص بقى الكرة حصلت ايه. اللعيبة مرتدة كرة، اللعيب الافريقي بيجري اللي هو هتوصل له الكرة ده دلوقتي، بيجري ماشي تمام قدامه شارع مفيش مشكلة. محمد هاني دخل مكان ربيعة عشان ربيعة بيقابل، حلو قوي زي الفل. اللي جات له الكرة ده يا جماعة الخير هو عبد الله جمعة. فين كريم فؤاد؟ وصل متأخر طبعا. بعدها بشارع الكرة اتلعبت، والكرة التانية ما خدناهاش وكنا ممكن نلبس حتى لو كانت اوفسايد. الكرة اتقطعت من امام، وتنظيم دفاعي سيء جدا للاهلي في المرتدات، والحقيقة حتى في غير المرتدات. امام بيحاول ياخد الكرة تمام زي الفل مفيش مشكلة. لعيب البلدية بصاه لزميله تمام، كل ده تمام. نبص ورا امام بقى، انا مشكلتي فين؟ ورا امام في اتنين لعيبة، ورا امام في نيدفيد واتنين لعيبة من البلدية. طيب نيدفيد ما تفهمش هو جاي بيضغط على مين، يعني انت عينك على الكوره، وطبعا مش سايب اللعيب اللي في ظهره. في لعيب بعد خط النص زي ما احنا شايفين ده لوحده خالص، في برضه لعيب على يمين اللعيب ده برضه فاضي. جه الوينج طبعا بيحاول هنا لعيبتنا تضغط، سواء كريم فؤاد او سواء محمد هاني، وفي الاخر لا ده ضغط ولا ده خدها. واستكمال للاخطاء الدفاعيه والتمركز الغلط وعدم التركيز. لعيب البلديه على خط على الدايره وراه لعيب من الاهلي، لحد كده مفيش اي مشكله خالص، واحد وراه واحد تمام. نبص بقى الغلطه اللي هيعملها رامي بيه ربيعه. رامي ربيعه خارج من مكانه ليه؟ جاي من الورا من خط الدفاع يقابل ليه؟ طلع من مكانه. الدنيا كلها باظت. نبص بقى نكمل بقيه الفضيحه. محمد هاني كالمعتاد بيدي فرصه للاعيب ان هو يرقصه، بيديله ايحاء انه يخرج لبره عشان يقفلها عليه. اللعيب رقصه برده مفيش اي مشكله خالص، 1 2 ولا كأن في حد بيضغط. ونبص الفضيحه بقى. بص اللي عليه السهم ده رامي ربيعه. رامي ربيعه باصص في اتجاه الكوره وناسي ان في لعيب جاي في ظهره. طيب لو احنا بنلعب صن داونز يا جماعه الكور دي هنلبسها جوان. ومشاكل الاهلي الدفاعيه مستمره في الضغط، سواء من اول خط الهجوم للنص للدفاع. لعيبه البلديه طالعه من الجول للجون عادي زي ما انتم شايفين، كوره سهله جدا مفيش حد بيضغط. كل اللعيبه بتحاول تمسك بعض ومحدش ماسك حاجه. الكوره دي يا جماعه بص بقى هنا يا جماعه، اللعيب ده اللي لعبها بالعرض ده لو عنده بجنيه كوره كان لاحظ ان لو اتلعبت بس لورا على خط منطقه الجزاء كان في اتنين لعيبه من عنده يقدروا ان هم يجيبوا جوان بسهوله. وادي اخرة النفخ في اللعيبة. محمد بيه عبد المنعم باشا مالديني بيدي الكورة للمهاجم عادي بكل مرقعة ودلع، واخطاء من كتر النفخ فيه صدق نفسه. طبعا دفاع تعبان زي ما بنشوف، الباك بيلعبها للجناح بتاعه عادي جدا، ولولا ستر ربنا كنا ممكن نروح انفراد او بنالتي. وخط وسط الاهلي الفضيحة كالعادة، اللعيب بيلعب 1 2 3 عادي جدا، وقدامه مساحة وكان هيشوط ومرجح رجله وحاجة عسل. طبعا احنا لازم نسأل نفسنا هو ايه اللي وصل الموضوع ده. عندنا اتنين من الاسهم دول بتوع البلدية، فضلا ان في واحد عند الناحية اليمين كمان، ادي تلاتة. في اقرب لعيب للي معاه الكرة ده قفشن. بص بقى الكرة دي هتحصل ازاي. 1 2 هي دي الكرة اللي قلنا عليها بتاع الشوطة. تخيل انت بقى ان في فدان قدام اللعيبة دي كلها. انا جايب بس اللقطة دي عشان نشوف ان فعلا فريق البلدية معاه مدرب كويس، ولو معاه لعيبة احسن من اللي موجودة كانت هتفرق معاه النتائج بكتير. الراجل ده يا جماعة طالع ما بيشلتش كور، بيلعب كورة من رجل لرجل. ودفاع الاهلي اللي هو المفروض اقوى فريق في افريقيا مش عارف ياخد منه الكرة، لا دفاع ولا خط وسط ولا هجوم. الكرة دي قعدت تقريبا ما يقرب من دقيقة مع لعيبة البلدية. وتالت غلطة لمحمد بيه مالديني. بص يا جماعة قمة الاستهتار اللي في الدنيا، مفيش كده. يا عم بطلوا نفخ فيها يا جدعان. طبعا هتقول شفت المنظر ده فين قبل كده؟ متكرر لمرة، دي رابع او خامس مرة. اتنين لعيبة في ظهر خط النص ما بينهم وما بين الدفاع. عندنا الاتنين لعيبة اللي كان عليهم الايد دي شغالين لوحدهم زي الفل مفيش اي ضغط. عندنا وينج بيجري براحته برضو خالص، معهوش حد. الباك جرى وراه برضو تمام فاضي. بقى عندنا لعيب على خط ال 18 لوحده، شبه اللي حصل قبل كده في اكتر من ماتش، سواء من ايام دوري السوبر الافريقي مع سان داونز او غيرهم. ودي نفس الغلطة اللي احنا بنغلطها. استكمالا ليها، عندي لعيب لوحده
على خط في ظهر خط النص وقدام الدفاع، بيلعب براحته خالص. اللعيبه كلها واقفه، عندنا اللعيبه اللي على الدايره بتتخرج. بقى المنظر اللي احنا شايفينه مع لعيبه جامده هنتغلب.